في إشارات بتعدي قدامنا وما بناخدش بالنا منها. إشارات بتحذرنا، بس لو تجاهلتها بتدفع التمن. واحنا هنا بنرصد لكم كل إشارة غامضة، كل سر مظلوم، ونطلع لكم اللي محدش عايزكم تعرفوه. أهلا بيكم في الإشارة السوداء، حيث يبدأ الرعب ومفيش رجوع. في أماكن مجرد دخولك ليها بيغيرك، أماكن مش بتخليك زي ما كنت. قصة النهاردة عن غرفة مش عادية، غرفة بتحبس اللي يدخلها جواها، مش بجسمه لكن بعقله وروحه. أهلا بيكم في غرفة 303. بداية الحكاية: كريم شاب عنده 32 سنة، قرر يبعد عن بيت أهله بسبب المشاكل اللي ما بتخلص. لقى إعلان عن فندق قديم في وسط البلد بسعر رخيص جدا. لما راح الاستقبال الموظف قاله مفيش غير أوضة واحدة فاضية، 303. كريم ضحك وقال ماشي، لكن لحظتها شاف نظرة غريبة من الموظف، كأنه بيحذره من غير ما يتكلم. الأسبوع الأول، الليلة الأولى ليه. الغرفة شكلها عادي جدا، سرير، مراية قديمة، كرسي خشب وتلفزيون. لكن في حاجة غريبة، برد شديد في الأوضة حتى لو التكييف مقفول. كريم نام، لكن الساعة 3:15 صحي على صوت خبط خفيف جاي من الدولاب. فتح لقى الدولاب فاضي، تجاهله ونام. قبل ما ينام التلفزيون اشتغل لوحده، الشاشة كلها تشويش، لكن كان فيه همس واضح: انت مش المفروض تكون هنا. الليلة التالتة، صحي من النوم لقى الكرسي اللي جنب الشباك متحرك لقدام زي نص متر، والأغرب لقى ورقة صغيرة على الترابيزة مكتوب عليها اطلع قبل الليلة السابعة. كريم اتجمد مكانه وقال في نفسه مين اللي دخل الأوضة. كل ما كريم كان يفتح الموبايل كان يلاقي صور غريبة، صورته وهو نايم في الأوضة مع إن مفيش كاميرا في الأوضة. التليفون الأرضي يرن لوحده، لما يرد يسمع صوته بيقول اوعى تفتح الباب. بدأ يحلم بنفس الكابوس كل يوم، نفسه واقف في طرقة مظلمة والباب رقم 303 بيتفتح لوحده، وصوت بيناديه علشان يدخله. بعد 5 أيام كريم بقى مش بيفرق بين الحلم والواقع. لما بيبص في المراية بيلاقي انعكاسه مبتسم أو بيعمل حركة تانية غير اللي هو بيعملها. بدأ يسمع خبط على باب الأوضة من بره، لكن لما بيفتح الممر فاضي. مرة قرر يسأل موظف الفندق ايه حكاية أوضة 303. الراجل الكبير اللي شغال هناك قاله بصوت واطي اللي بيدخلها بيبقى جزء منها. محدش كمل أسبوع وخرج زي ما دخل. الليلة السادسة ليه، النور قطع فجأة. كريم فتح كشاف الموبايل لقى الحيطان مكتوب عليها بخط من دم اطلع قبل فوات الأوان، لكن الكتابة كانت بتتحرك كأن الدم بيتساقط. فجأة المراية قدامه اتشققت وشاف نفسه جواها، لكنه كان مربوط بإيديه ورجليه وبيصرخ اخرج قبل ما تاخد مكاني. الليلة السابعة، الجو بقى خانق. الساعة 3:15 بالظبط سمع خطوات جاية ناحية بابه. المقبض اتحرك، الباب بيتفتح ببطء. كريم اتجمد مكانه، لكن اللي دخل كان نسخة تانية منه، نفس الشكل لكن عيونه سودة بالكامل. النسخة دي قالت له بصوت غليظ دلوقتي دورك تبقى جوه. كريم حاول يجري ناحية الباب بس رجليه اتثبتت. النسخة التانية منه مسكته وسحبته ناحية المراية. جوه المراية كريم بيصرخ وبيخبط لكن محدش سمعه. النسخة دي قعدت على السرير وابتسمت له وكمل حياته مكانه. تاني يوم موظف التنظيف دخل الأوضة، لقاها مترتبة وكأن محدش كان فيها. لكن وهو ماشي بص في المراية لمح وش كريم جوه، عينيه مرعوبة، بيخبط من الناحية التانية من المراية. ومن وقتها أي نزيل بيدخل أوضة 303 بيحلم بنفس الكابوس، نفسه مربوطة جوه المراية والانعكاس بره بيعيش مكانه. مش كل باب لازم يتفتح، ومش كل أوضة ينفع تبات فيها. أوضة 303 مش بتسيب اللي يدخلها. يمكن تفتكر انك خرجت، لكن الحقيقة ان اللي خرج مش انت. الرعب الحقيقي مش دايما بيخلص مع نهاية الحكاية، ساعات بيبدأ بعدها. لو حسيت ان في حاجة وراك دلوقتي ما تبصش. استنونا في حكاية جديدة على قناة الإشارة السوداء، حيث الظلام له صوت والسر ملهوش مخرج.